السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا النهاردة بصراحة قايمة من بدري علشان اروق الشقة ديت، الشقة اللي فيها خزين التوم وخزين البصل. هنشيل قشر البصل القديم وقشر التوم، وبصراحة كنت طالعة عشان ارميهم ومنقية التوم اهوت كله علشان ارميه، لانه كله زي ما انتوا شايفين فضة خالص. ده التوم القديم اهو، اهو كله فاضي اهوت بالمنظر ده. بس بصراحة لقيت فيه شوية ايه حلوين، حتى اللي هو الفاضي ده ناشف، التومية ناشفة جواه. فاحنا كده كده ايه كنا هنرميه، قلنا نعمل بيه حاجة مفيدة وهيبقى كنز في بيتك، ان انت تبقي عندك التوم القديم ده ما ترموهوش. اللي فضى منك ده تستعمليه وهتستخدميه استخدامات حلوة قوي، وبنشتري منه كيلو غالي جدا من عند العطار. علشان تجيبي شوية قد كده بيبقى سعره غالي برضه. فاحنا دلوقتي اهو، شوف انا قاعدة عمالة انضف فيه من الصبح اهو، وقلت بدل ما انزل بقى واجيب حاجة عشان احط فيها اللي انا عملته، ايه لقيت الكفة بتاعت الميزان قدامي هنا اهو. ده اللي انا نضفته، حتى في حباية ناشفة اهيت خالص، دي ناشفة خالص اهيت، تتحط بس في الفرن تتحمص. وفي حباية صحيحة اهيت، والله العظيم ينفع عادي ينطحن ويتحط ويتعمل منه. فاحنا دلوقتي اهو خلاص، انا عماله انضف فيه، ودولت الشويه اللي طلعوا ولسه هنضف الباقي ده، هطلع اللي فيه برضه. وكنز بصراحه في البيت موجود عندك، ما ترميش التوم القديم، اقعدي كده في وقت تكوني فاضيه فيه ونضفي التوم اللي فيه والناشف اللي فيه. وبعد كده ايه هنحطه في الفرن يتحمص شويه، حمصيه في الفرن خالص خليه يحمص. وبعد كده ايه هنحطه في الكبة نطحنه، وهيبقى كده عندنا عملنا توم بودر خام. ده بيبقى غالي جدا جدا عند العطار. فاحنا هنعمله من ايه، من التوم اللي هو عندنا باظ خلاص اهو. هقعد انضف الكمية ديت وهوريهولكوا بعد ما احمصه في الفرن واعملهولكوا توم بودر، هوريهولكوا هيبقى عامل ازاي. هيبقى احسن من بره، والريحة بتاعته اقوى من بتاع بره. وده هيبقى توم خام خالص معلهوش اي حاجة، واحسن من بتاع بره. هخلص الكمية وتنظيف التوم ده كله، وبعد كده ايه هوريكم هنعمل ايه. بصوا يا جماعة، بصوا التوم اهو، بعد ما كنت هرميه في الزبالة اهو، وطلع فيه منه كمان، فيه منه سليم اهو، ينفع يتعمل دلوقتي ويتفرم دلوقتي. بس انا ايه خلاص عشان جبنا الجديد اديته شطفة بس من التراب اللي كان فيه وسبته اتصفى اهو. ماشي، هو كده كده حتى لو حطيتيه في الفرن هيديك اللون ده، هيصفر ده زي التوم اللي احنا بنجيبه من بره البودر. ماشي، خلاص اتصفى من الميه اهوت. هنفرده بقى على صينيه، شفت الصينيه دي اهو. ماشي، فردنا حطيناه في الصينيه دي كده اهو. كل التوم اللي معانا اهو هنفرده خالص كده اهو، وهنحطه في الفرن، في فرن البوتاجاز ينشف شويه، وبعدين نطفي عليه. بعد ما ينشف هنفرمه هنطحنه ونعمله توم باودر. انا اهو كده خلاص اهوت وفردته خالص في الصينيه. دلوقتي بقى هحطه في فرن البوتاجاز، هوريهولكوا بقى بعد ما يتعمل فرن البوتاجاز، هوريهولكوا بعد ما ينشف هيبقى عامل ازاي. خلاص كده اهو، هولع فرن البوتاجاز واحطهولكوا ونشوف بعد كده. بصوا بقى يا جماعه، رجعت لكم تاني اهوت بعد ما حمصت التوم بتاعنا. بصوا بقى نشف ازاي، بصوا المنظر اهو، سامعين الخروشه اهو. ده كده خلاص، الكاميرا على فكره هي اللي مغمقه الصوره اهو. هنضربه بقى في الخلاط في المطحنه بتاعتنا، وهنشوف ايه هيبقى عامل ازاي. كده احنا عندنا توم خام معلهوش اي حاجه. بصوا اهو، هينطحن في المطحنه بقى. ده تحط منه بس ايه ربع معلقه، اكتر من كده هيبقى كتير.
لان ده مش مخلوط عليه حاجه زي بتاع بره، وخام خالص التوم الخام بتاعنا، وريحته بتقلب الدنيا. هضربه في الخلاط، هحطه في الكبه اهوت، وهشوف هيبقى عامل ازاي. بصوا بقى يا جماعه وانا بطحنه عامل ازاي. ريحته قلب الشقه خالص، ريحته تحفه 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 اهو. لسه المفروض الكبه بتطحن اكتر من كده وبتنعم اكتر من كده، بس انا الكبه بتاعت الخلاط دي ما بتنعمش، هو المفروض يبقى بالنعوميه دي اهو. بس انا الكبه بتاعتي ما بتفرمش اكتر من كده. انا هنخله وهوريه لكم اهو. ده بعد ما ايه ما ضرب. بصوا يا جماعه بعد ما نخلته بقى عامل ازاي، ناعم خالص. ده بقى هتاخدي شويه صغيرين منه كده اهو، اقل كمان من ده، وتحطيه على اي حاجه انت بتعملي بيها التوم باودر. ده خام اهوت في البيت، بعد ما كنا هنرميه استخسرت بصراحه ان انا ارميه، نشفته في فرن البوتاجاز وعملته توم باودر اهو. ده هنحتفظ بيه بقى ايه، هنحطه في برطمان بلاستيك ونحطه في التلاجة، وقت ما نعوز ناخد منه. تحط منه على البانيه، تحط منه على اي لحوم، بيبقى فعلا جميل وريحته نفاذة جدا. فعلا ريحته ما تتوصفش، مش زي بتاع بره خالص. ده توم باودر خام من التوم بتاعنا، جميل وتحفة. جربوا الطريقة ديت، اللي عنده توم قديم ونشف كده يجرب الطريقة دي، هتبقى حلوة قوي معاه. انا الكبة بتاعتي كمان ما بتنعمش، انا هشوف كبة بتنعم اكتر من كده اهو. جميل، جربوا الطريقة ديت هتعجبكم. ادي اخر، خلاص خلصنا.